مصر بتعمل عظمة كبيرة وهتبهر العالم زي كل مرة بتبهر العالم بجمالها وتاريخها وحضارتها وماضيها ومستقبلها. مصر هتعمل حدث تاريخي. ايه هو الحدث التاريخي اللي كل العالم بينتظره من مصر؟ عندنا حاجة اسمها المتحف المصري الكبير، اللي طبعا الدولة كلها اشتغلت على الهدف ده. هدف كلنا كنا بنتمناه. بنشوف حضارتنا كلها، بنشوف إبهار المصريين اللي تعبوا واجتهدوا عشان يعملوا حاجة اسمها المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير اللي كلنا منتظرين افتتاحه بالصبر. افتتاح، طبعا مصر عملت حاجات أقوى من كده في الافتتاحات. طبعا لو نفتكر الافتتاح بتاع متحف القومي للحضارات أو طريق الكباش في الأقصر، مصر طول عمرها لما بتحب تنوي وتعمل بتبهر العالم كله، وده على فكرة الطبيعة بتاعت المصريين. المتحف المصري الكبير هو حلم كل المصريين، الحلم اللي خلاص قرب وقرب يبقى قريب مننا كلنا. على فكرة هو أكبر متحف على مستوى الكرة الأرضية. والله هو أكبر متحف على مستوى الكرة الأرضية. عايزكم تشوفوا الدولة المصرية عملت إيه. اتفرجوا على تاريخ وحضارة بلدكم، اتفرجوا على أجدادكم، اتفرجوا على الحضارة العظيمة، الحضارة المصرية القديمة اللي بنتعلم منها حاجات كتيرة حتى الآن. أصل دي مصر يا جماعة، عارفين طبعا يعني إيه كلمة مصر، كلمة كبيرة. أكبر متحف زي ما بقول لحضراتكم على وجه الكرة الأرضية، كنوز أثرية على مدار 7000 عام. طبعا هتستطيع تشاهد كل ده في مكان واحد. الافتتاح الأسطوري اللي احتمال كبير جدا يكون في يوم 3/7، احتمال كبير يكون في يوم 3/7 المقبل. مصر لما بتحبي تنوي بتبهر العالم بأساطيرها وتاريخها. هنتفرج على كل جزء من تاريخ الحياة الفرعونية والمصري القديم من خلال المتحف ده. بيضم العديد والعديد من تاريخ مصر الجميل، التاريخ اللي احنا بنحبه، التاريخ اللي محتاجين كلنا نقراه عن بلدنا. محتاجين نتعلم كل حرف وكل كلمة وكل تاريخ عن كل حدث عظيم مصر بتعمله. المتحف المصري اللي بيضم المجموعات النادرة جدا عن تاريخ هذا الوطن العريق العظيم، اللي فيه مننا كلنا وفينا جزء كبير للأسف بيفتقد لهذا التاريخ. محتاجين نقرأ، محتاجين نطلع، محتاجين يبقى عندنا تثقيف زيادة. النهاردة الدولة بذلت جهد كبير عشان هذا الحدث العظيم، حدث كبير جدا، حدث أطلب من كل الجهات إن هي تعمل له ترويج أكبر، إن فعلا ده حدث عظيم جدا ويبقى حاجات نادرة جدا. محتاجين نقعد نفكر ونفكر كتير قوي في تاريخ وعظمة مصر. دي مصر يا جماعة، مصر اللي هتبهر زي ما بقول لحضراتكم، هتبهر العالم بالتاريخ العظيم اللي احنا بنشوفه. التاريخ الفرعوني، التاريخ العظيم، التاريخ اللي احنا بنعشقه، تاريخ أجدادنا. إنها مصر يا سادة. نحن مع موعد، مع التاريخ. الحلم يقترب، افتتاح أسطوري قريب جدا جدا.
نستطيع أن نرى هذا التاريخ في مكان واحد من خلال المتحف المصري الكبير. إنها مصر يا سادة.